في ناس حياتها بتتغير بموقف او تجربة عاشوها او علاقة جيدة في حياتهم او بوست قرأوه في السوشيال ميديا، وناس تانية حياتها بتتغير بفيديو. عشان كده في حلقة النهاردة ان شاء الله هرشح لك 10 فيديوهات من الممكن انها تغير حياتك، ولكن في تنويه مهم وبسيط وهو انك لازم تلزم العمل. الفيديوهات ديت ملهاش اي قيمة بدون عمل او بدون تطبيق فعلي منك وبدون خطوة جدية من حضرتك. وبس كده خلينا نبدأ. اول فيديو في السلسلة وهو The Power of Belief Mindset and Success. معلش لو بدأنا السلسلة بكم فيديو كده انجليزي، ولكن الفيديوهات الانجليزي ديت بتكون اثرها اعمق شويه من الفيديوهات العربي. الفيديو ببساطه بيتكلم عن اثر القناعه وقد ايه ان هي مهمه بل اهم من عناصر كتير زي الاستمراريه والصبر والكلام ده كله. بدايه التغيير بيكون في المعتقدات اللي جوه دماغك، وفي كتاب في النقطه ديت وهو كتاب The Magic of Thinking Big، كتاب مهم جدا 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 وهو سحر التفكير الكبير. فكره ان بدايه عمليه التغيير بتكون في التفكير، هو ده اللي بيحرك بعد كده الانسان ان هو يفعل او ان هو يسلك مسار الناجحين. كمان بيفرق ما بين الجروث مايندسيت والفيكسد مايندسيت، وقد ايه انك لازم تتبنى الجروث مايندسيت لانها افضل بكتير وهي ديت اللي تطور بيها حياتك. الفيديو التاني معانا في السلسله وهو How I Studied for 12 Hours a Day for a Year لجيمس سكولز. الفيديو بيتكلم عن الباشن والاصرار والبرسيستنس واهميه المثابره على الاهداف بتاعتك. كمان بيتكلم عن عنصر مهم جدا 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 وهو الدافع اللي بيحركك انك انت تعمل اللي انت بتعمله، سواء بتذاكر، سواء بتتعلم، سواء بتفتح بيزنس، سواء بتتعلم مهارة او بتبني عادة. اهمية كتابة الدوافع اللي بتدفعك لفعل الشيء ده، دي هتكون بمثابة المرجعية ليك انك انت ترجع عليها وقت ما تكسل او تحس انك انت كسلان او مش عايز تقوم او مش عايز تشتغل. ثالث فيديو معانا في السلسلة وهو محاضرة لكارول دويج بتتكلم عن الجروث مايندسيت في سلسلة كاملة اسمها توكس ات جوجل، عبارة عن توكس او مقابلات لشخصيات كتيرة مرموقة بتتكلم عن مواضيع كتير مهمة. ولكن الفيديو المهم بتاعنا في الحلقة ديت وهو لكارول دويج بتتكلم عن أهمية انك انت تتبنى عقلية النمو وايه الفرق ما بينها وما بين الفيكسد مايندسيت. العقلية المتحجرة دايما بتركز على الانتقادات، ولكن الجروث مايندسيت بتسعى للنمو، بتسعى للتطور، بتسعى انها تحول الانتقادات لحاجات ايجابية تحركها ان هي تاخد خطوات كتير فعالة في حياتها. محاضرة كبيرة شوية ولكن ممتعة ومفيدة جدا جدا. وفي كتاب ارشحه في النقطة ديت وهو كتاب مايندسيت لكارول دويج. مهم جدا ترجع للكتاب ده لانه فعلا من الكتب الفارقة في حياة اي حد. في المحاضرة ديت الكاتبة تتكلم ازاي تتعامل مع الصعوبات ومع التحديات، ازاي انك انت تتفاعل مع الامور الحياتية اللي هتقابلك في حياتك. بتكلمك عن تغيير طريقة تفكيرك وعن تغيير المايندسيت او العقلية بتاعتك وازاي تتبنى عقلية النجاح. كفاية علينا كده محاضرات انجليزي وفيديوهات انجليزي، خلينا ننتقل بقى للجزء المتح شوية وهو جانب الفيديوهات العربية. اول فيديو معانا وهو حلقة مايك تايسون للدحيح. مش هبالغ ان قلت ان الفيديو ده يعني غير عقليتي بطريقة كبيرة جدا وفرق معايا في حاجات كتير جدا، واولها ازاي انك انت تحول الخوف لدافع ليك مش عائق ليك. كمان بيتكلم عن اهمية المنتور واهمية القائد في حياتك واهمية استكشاف القوات او القدرات اللي جواك، وقد ايه ان اوقات جدا لما الواحد بيستفز لموقف او تجربة حصلت قدامه ديت هي اللي بتكون محرك ليه. الانسان ما بيستكشفش القدرات او الممكنات اللي هو يقدر يعملها غير لما يستفزها او يحطها تحت ضغط ويجربها، وديت حاجة مهمة جدا وهي التجربة. انك انت تجرب التجربة ديت هتفيدك في استكشاف نفسك وقدراتك ومواهبك والحاجات اللي جواك، مميزاتك، نقاط قوتك، نقاط ضعفك، حاجات كتير جدا هتستكشفها من التجربة. انك انت تجرب. اللي بيتحكم في حياتنا هو طريقة تفاعلنا مع الامور مش الامور نفسها. في واحد بتحصل له مشكلة فبتكون دافع ليه ان هو يتغير، في واحد بتحصل له مشكلة ولكنها بتعيقه وبتكتفه وبتلجمه وتخليه ثابت مكانه. خليك في الشخص الناجح، الشخص اللي بيحول الامور لايجابيه بدلا من السلبيه. اسلوب الدحيح بيبقى سهل وبسيط وبصراحه انا بحبه وبعشقه وبحب المحتوى بتاعه. يعني حلقات معينه مش الحلقات كلها. يعني انا بحب بصراحه يعني اشوف الفيديوهات اللي بيتكلم فيها عن سير ذاتيه، اشخاص ناجحين، دي بصراحه الحلقات المحببه الى قلبي. الفيديو الثاني اللي بعده هو لماذا ينجح الناجحون لاحمد ابو زيد. في الفيديو ده بيتكلم عن اهميه الاستمراريه وقد ايه ان في ناس كتير جدا
جدا بتوقف عند النقطة الحرجة اللي لو كمل بعدها سنة بس وداس على نفسه وصبر وبقى عنده مثابرة هيوصل للنجاح اللي هو عايزه. اوقات كتير جدا جدا بنوقف قبل النقطة اللي بعدها بتحصل الانطلاقة. فعامل الاستمرارية عامل مهم جدا في خلطة النجاح، سواء في بناء عادة، بناء مهارة، او تعلم شيء جديد. بدون استمرارية مش هتوصل لأي تغيير حقيقي وثابت. ترشيح هنا كمان لفيديو مهم جدا وهو فيديو الراحة سر التعب، فيديو مهم جدا برضو لأحمد أبو زيد. الفيديو الثالث وهو 10 أسباب تمنعك عن التغيير لدكتور محمد إبراهيم. دكتور محمد إبراهيم دكتور نفساني أو دكتور طب نفسي، بيتكلم عن الإنتاجية من منظور نفسي، عن الاكتئاب والقلق والستريس، عن التسويف والكسل من منظور نفسي. الفيديو ده مهم جدا 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 لأقصى درجة. بيتكلم عن أسباب بتوقف الإنسان عن إن هو يتغير. أهم نقطة في الفيديو ده وهي إن الراحة الحقيقية في مشقة الجسم بالإنجاز. كمان اتكلم عن مسامحة الذات وأهمية إنك أنت تتقبلها وإنك أنت ما تقعدش تجلد فيها وإنك تكافئها على كل إنجاز بسيط بتعمله. كمان اتكلم عن أهمية إنك أنت تبدأ بالفعل بغض النظر عن المود، هو ده اللي هيوصلك للمود الكويس مش العكس. ابدأ بالفعل بغض النظر عن المود، والسعادة أو الانبساط هيتبع الفعل، لأن المزاج لا يعتمد عليه في الشغل. كمان اتكلم عن إن مفيش تغيير لحظي وإن التغيير بيكون متراكم على فترة زمنية طويلة. خلينا بعد كده ننتقل لجزء مهم جدا وهو يعني أهمية السير الذاتية. السير الذاتية والقصص الملهمة هي حاجة بتحفزنا إن احنا نشتغل، بتحفزنا إن احنا نتغير، بتكون مثابة مرجعية لأن في ناس اجتهدت على نفسها واشتغلت على نفسها بعد توفيق ربنا ووصلت لنتيجة كويسة. وفي غالب الأحيان القصص الناجحة ديت أو السير الذاتية ديت بتكون لأشخاص تعبت واجتهدت كتير جدا وانتقلت من نقطة صفر لحد ما وصلوا للنجاح اللي هم وصلوا له، وده اللي انت عايز توصل له. كمان السير الذاتية ديت بتكون بمثابة انها بتقول لك مفيش حاجة مستحيلة، وان كل حاجة مع الصبر ومع الاستمرارية ومع الاجتهاد والتعب تقدر تحققها. للأسف في قصص نجاح مش موجودة على الساحة، في أبطال مختفيين ومش ظاهرين، فده الوقت ان احنا نكشفهم قدامكم. وفي فيديوهين بصراحة مهمين جدا، هم فلوجين لشخصين ملهمين جدا، ازاي ان هم اتغلبوا على العائق اللي بالنسبة لهم واللي هو كان إصابة جسدية وحولوها فعلا انهم بقوا اشخاص ناجحين جدا جدا. اول فيديو من قناة محمد الهادي وهو قصة مصر يغير حياة الآلاف من على كرسي متحرك. الفلوج الثاني من قناة أنس حبيب وهو أعظم شخص قابلته في حياتي. فلوجين جمال وممتعين لأقصى درجة. الفيديو اللي بعده وهو ازاي تدمر حياتك ومستقبلك للدوك وليد. الدوك وليد هو شخص بيتكلم في الإنتاجية وتطوير الذات وتحسين الذات واكتساب المهارات وبناء العادات وحاجات كتير جدا مختلفة. الفيديو اللي فعلا أنا قعدت قدامه كده وقعد يتكلم فيه بسلاسة وبيتكلم عن عناصر مهمة جدا جدا جدا، واعظم فيديو انا شفته في القناة هو الفيديو ده. في الفيديو ده انت هتاخد عكس الحاجات اللي هو قالها وهتعملها. اخر فيديوهين في الحلقة هم عن تنظيم الوقت لمحمود اسماعيل الشخص الجامد تنين على يوتيوب، وابراهيم عادل مؤسس امريكان انجلش. الاثنين بيتكلموا عن تنظيم الوقت من منظورهم. اتكلموا عن انك انت لازم تحط لنفسك اهداف وانك انت تكتب او ترتب اولوياتك بشكل مستمر، واهمية القراءة في حياتك. عناصر كتير جدا مهم انك انت تشوفها في الفيديو. اعتقد كده ان احنا وصلنا لنهاية حلقتنا. ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك، شير الحلقة لو انت استفدت بيها او شايف انها ممكن تغير حياة ناس كتير تانية، وقول لنا رايك في كومنت. ولو عندك اي قناة او اي كتاب قراته او اي فيديو شفته واثر على حياتك بالايجاب وشارك معانا تحت في الكومنت. وفي النهاية مفيش تغيير لحظي، مفيش تغيير بيحصل بدون تعب او مجهود منك. كل الفيديوهات اللي هتشوفها ملهاش اي قيمة بدون اي فعل او خطوة منك. لازم تاخد خطوة للتغيير، ده فعلا اللي هيأثر في حياتك. شكرا لمشاهدتكم للفيديو واستنونا في حلقة جاية. سلام.